السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعيني على اليوتيوب، الله يسعد أوقاتكم. قبل ما نبلش أصدقائي أعطوني اشتراك للقناة وأعطوني لايك للفيديو وتعليق حلو لهاي الفيديو. فيديو عنا اليوم فيديو لأكلة برجر تركية، مطعم مشهور كتير. بمرق من هون كتير يا جماعة، بس بلاقي عنده عجقة كتير وزحمة كتير عنده، قدام منه العالم بتصف طوابير عنده. هذا هو المحل بارتوس، شايفين الزاوية بارتوس محل برجر. بتلاقي عنده عجقة كتير، دائما في عنده صفوف عالم واقفة. طبعا لو مو طيب ومو مميز ما حدا بيصف عنده ولا حدا بيجي لعنده. هلا خلونا نشوف يا جماعة ونجرب ونشوف شو ليش العالم عم توقف كل هالوقت على الدور بهذا المطعم، مطعم برجر. خلوكم معي. وهلا يا جماعة راح نجرب البرجر. شايفين معلاه يا جماعة، شايفين على المنظر هذا، شايفين مثل ما قلنا لكم ما بيتاكل عند أي، يعني مو كل واحد سوى برجر أو مطعم برجر بيتاكل عنده. يا سلام يا سلام، والله طعمه مميز يا جماعة، طعمه مميز جدا، طيب كثير والله. والله أنا ما توقعت بهاللذة، شيء رائع رائع. حتى البطاطا طيبة عنده. نصيحة يا جماعة، باسطنبول المحل هذا موجود باسطنبول بمنطقة شانكلكوي من الطرف الآسيوي. راح أحط لكم عنوان المحل واسم المحل بأول تعليق وبصندوق الوصف. يا سلام، طيب والله. طبعا تابعوني يا جماعة على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب يا جماعة. في يعني اللي عم يزور اسطنبول راح يشوف أكلات طيبة ومميزة وأسعار منيحة. ما راح ناكل أي أكل يا جماعة إذا ما كان موثوق وبأسعار منيحة يعني، وبمكان ومطاعم عالية الجودة إن شاء الله. وراح تتعرف على كثير مطاعم من خلال الفيديوهات تبعي على اليوتيوب على الانستغرام وعلى التيك توك. ولا تنسوا الاشتراك يا جماعة، تعطوني اشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد ومطاعم جديدة وأكلات طيبة من مطاعم السورية والتركية واللبنانية والأردنية والفلسطينية واليمنية. مثل ما قلت لكم يا جماعة، المحل موجود بارتوس برجر شانكلكوي بمدينة اسطنبول، منطقة شانكلكوي. بارتوس برجر، حطوا على الخرائط جوجل راح يطلع معكم دغري. وبرجر طيب عنده كثير وعنده انواع. طبعا البرجر الوحيد اللي بيجي بدون صوصات محطوط على جنب على الطاولة. ما بحب كثير الصوصات مشان ما يضيع طعم البرجر. وهلا يعطيكم العافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ويسعد اوقاتكم. شايفين هذا هو المحل يا جماعة، مثل ما شفتوا بارتوس برجر في منطقة شانكلكوي باسطنبول. راح تشوفوا الموقع واسم المحل على التعليقات وبصندوق الوصف. يعطيكم العافية.